اسمي مروه خفاجي، انا دكتوره اسنان. انا بحب الرسم وبحب الرياضه جدا. انا بابايا راجل متفتح كده جدا، وافق على طول ان انا اركب السكوتر. وبصراحه برضو اخواتي شجعوني جدا. يعني انا عندي اخوات ولاد، اخ اكبر واثنين اصغر، على عكس اسر مصريه كتيره، بس انا حظي حلو. تفهمت أسرة مروة رغبتها، لكن خروج امرأة بدراجة بخارية إلى شارع محافظ، بل أصبح التحرش اللفظي والجنسي بالنساء سمة لصيقة به، يثير علامة استفهام إن لم يكن الانتقاد. المجتمع ما بقاش مؤثر قوي زي ما كنت فاكره، يعني او زي ما اللي باين. لا، حاسه ان الموضوع بقى الناس بقت بتتقبل. يعني انا ما فيش ولا مره كنت ماشيه مثلا، ولا مره حصل ان الميكروباص زن عليا في حين وانا راكبه العربيه. ده بيحصل تقريبا مره في اليوم، لازم تحصل. على هذا النحو استغنت مروة تماما عن سيارتها واستبدلتها منذ 6 أشهر بالدراجة البخارية، لكن هذا لم يكف لإقناع بعض من أقرب أصدقائها بالأمر. أنا شايف إن البنت في المجتمع الشرقي ما ينفعش تعمل كده. إحنا مجتمعنا ليه تقاليده وليه عاداته. إحنا مجتمع ما تعودش على القيادة للبنت في الدولة نفسها. فحتى القيادة بتاعت السكوتر مش معتدلة. ليه يخليه نسيبه فرض علينا كل ده، صح او غلط، علشان هو المجتمع عايز كده او هو شايف كده. محتاج وقت. ما احنا نبدأ، محتاج وقت نبدأ. إحساس مختلف أن تقود دراجة بخارية، ولكن ماذا لو أحبت شابة أو سيدة هذه التجربة؟ هل ستفعل مثل مروة وتخرج بها إلى المدينة والحياة اليومية، أم أنها ستختار أن تكتفي بكونها هواية تمارسها فقط بين مجموعة ممن لهم نفس الاهتمام؟ على أحد الطرق السريعة انطلقت أكثر من 1000 دراجة بخارية في نشاط يجمع محبيها وبعضهم من النساء. السكوتر دلوقتي بقى جزء من حياتي اليوميه، غير ان انا بروح بيه مشاويري. انا اوريدي عملت مدرسه اعلم فيها البنات سواقه السكوتر. بركب العربيه لو معايا اولادي يعني، لكن لو انا لوحدي بركب السكوتر. هو في عربيه بس اغلب المشاوير لما ببقى لوحدي بصراحه بستسهل السكوتر في موضوع الركنه، موضوع البنزين، موضوع الزحمه، بيفرق معايا كتير يعني. هذا النشاط يتكرر كل إجازة أسبوعية باختلاف الطريق والمنظمين وحجم المشاركة. في هذا الحدث السنوي تصل الإثارة إلى ذروتها، كل المجموعات تشارك وكل منها تشجع أعضاءها بفلسفة مختلفة. الهدف بتاعنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه، ان احنا نبطل نركب العربيات بتاعتنا ونبتدي نركب السكوترز في الشارع عشان نوفر زحمه ونوفر بنزين ونوفر تكاليف صيانه العربيات ونقلل عدد الزحمه اللي موجوده في الشارع ونروح شغلنا بطريقه اسرع. احنا بنتعامل مع بعض كلنا as one family، مفيش فرق بين ولد وبنت عندنا. احنا بنحاول نشجع البنات بقى انها تركب موتوسيكلات زيها زي الولاد. مئات الرجال يشاركون في حدث كهذا وبينهم نساء. هل هذا يعني بالضرورة أنهم يرحبون بقيادة زوجاتهم وبناتهم دراجات بخارية؟ لا مش لا طبعا، لا طبعا.
ما اسمحش، انما في راجل تاني غير يسمح. برضك انا شرقي زي ما قلت لك يعني، انما في ناس تانية مثلا فري عايشين بره بتاع، بالنسبه لهم ما دام عنده راكبه موتوسيكل مفيش مشكله. دي ريم بنتي اوكي، انا بقنعها ان هي تركب بايكس، لان بجد اجلا ام عاجلا ده احسن حل. كغيره من المجتمعات العربية يضع المجتمع المصري قيودا على المرأة، ولكن هناك من يفرض على الواقع قناعات مختلفة يمكن أن تمثلها دراجة بخارية في حياة امرأة. نانسي إبراهيم، BBC.